الجزائريه. بوداوي على الطار مع نيس، بن سبعيني مع جلادباخ في المانيا. هذه كره للركنيه تغطيه من رقم 4 ادم، ورقم 4 اللاعب. كره ترجع الفريق المغربي لوجود الخط الان. المغرب تلعب منطقه الجزاء للجزائر، لعب الكره طويله تغطيه من الدفاع هنا وطاهر وشيبو. هذه الكره الجزائريه بعيده الى ضربه مرمى، ضربه مرمى لصالح الفريق المغربي. سعيد شيبه اللي قال هدفنا الذهاب لكاس العالم. امامنا محاوله جزائريه بودلة، هذه كره لصالح الفريق الجزائري. خروج الحارس بن غسيل، هذا هو طه حارس مرمى المغرب. المغرب بلاد الحراس من خلال الفريق اللي كان فيه الشتاء بن غيد دراوي، كان فيه سلنتين فرحات. إصابة اللاعب الجزائري والحكم الليبي يحتسب خطأ. كرة لصالح الفريق الجزائري. الجزائر تراهن على مسلم اناتوف يتصدر قائمة الهدافين. عموني يرفع كرة عند الحارس حماش يمسك بالكرة الحارس الجزائري. حماش يلعب في كندا مع ماير ايمن، يتحول الان بوغيسان للامام، ينطلق معاد لا وجود للشيء، ضربة مرمى، سقوط معاد بوغيسان رقم 15. تحول ظهير ايمن من المنتخب المغربي للهجوم في هذه اللقطة. كان معاه اللاعب الجزائري اناتوف، ينطلق بالكرة اناتوف خسر الكرة. المونديالي سيطمح للفوز بكان كوت ديفوار في ملاعب الفيلة. الجزائر المغرب مع مصر وتونس منتخبات عربية تطمح للظفر باللقب. هذا سعيد شيبة لاعب السابق الافريقية، تسديد من بعيد وكرة تنتهي برا. محاولة خطيرة من الشاكير، آدم الشاكير كاد أن يفاجئ حماش. آدم الشاكير فكرة ممتازة من الشاكير، استلم سدد الجزائر رأسية عند الحارس حماش. هذا هو حماش حارس مرمى الفريق الجزائري. امامنا رقم 5 عبد الحميد التنفيذ الان، ترفع كورة باتجاه المرمى عند الحارس بن غسيل حارس مرمى المغرب. شوف الإعادة كرة شاهين شتاوي عند الحارس المغربي. وبيع كرة التعادل، الحارس يتصدى تبقى خطيرة، أوقفها بن غسيل وشا اللي وشا يضيع سياد صالح كرة مررها لاناتوف، مصر يمرر صالح وشا اللي وشا، ولكن أوقفها الشبل، هذا الشبل من ذاك الأسد. ناير عرضية والهدف لصالح الفريق المغربي. رأسية وسام زكريا جول المنتخب المغربي السجل على طريقة السيري الماتادور يمنح تقدم للفريق المغربي. كرة اختها الناير، عرضية من الناير يسجلها 18 زكريا سيكو يمنح التقدم لصالح الفريق المغربي. انطلاقة واعدة جدا من الناير اختطف الكرة من المدافع الجزائري. شوف الغلطة هنا اقتناص الكرة من جانب الناير خطير فريق الجزائري. المطالب بضربة جزاء والليبي يقول لا ركنية. الحكم الليبي المبروك محمد الواثق من قراره يقول ضربة ساوية للفريق الجزائري. أمامنا الإعادة، هذه الإعادة من جديد.